قل لا أملك نفسي فاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير بشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. لو أول مرة بتشوفوني، يعني اسمي أم هنا ودي قناتي. أتمنى تشتركوا في قناتي فضلا وليس أمرا، وتحطوا لي اللايك بتاعكم عشان بيرفع من الفيديو كده. بصوا، النهاردة إن شاء الله بإذن الله كان يوم الجمعة. كان يوم حلو قوي قوي. جمعة مباركة عليكم إن شاء الله، علينا وعليكم يا رب. يا رب اشفي كل مريض ويعفي كل مبتلي يا رب. يا رب اللهم آمين، واشفي مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. النهاردة يوم الجمعة، يوم مبارك عليكم إن شاء الله بإذن الله. بصوا، أنا بحب يوم الجمعة ده جدا جدا جدا. بحس والله إن يوم من أوله كده لحد آخره بيبقى يوم مبارك ويوم مفترج. أنا بحب يوم الجمعة جدا، وكمان بحب الساعة دي قوي. بصوا، هنا كان قبل كام، هنا كانت الساعة 10 الصبح، كان قبل صلاة الجمعة أصلا. أنا يوم الجمعة ده أنا بحب أصحى بدري. باحب كده إن أنا أبخّر الشقة ساعة قبل الصلاة كده، وأروّق، وبابقى عاملة كل حاجة من يوم الخميس، اللي هو باحب أصحى الصبح ما وراييش أي حاجة يوم الجمعة غير إني أبخّر، و ولو هاحضّر فطار لولادي هاعمل لهم أكل. بصراحة أنا باحب أعمل أوي غدا في يوم الجمعة ده، باحب أعمله غدا، مش باحب أقعد فاضية. باحب إن أنا أدخل المطبخ وأعمل غدا كده لولادي. باحس إن هو يوم حلو. سبحان الله بيبقى فيه راحة نفسية. اول حاجه عملتها، قمت الصبح ورحت قلت يعني ما كانش عندي حاجه في الشقه كتير اعملها. رحت مبخره، يعني عملت عود بخور كده، وبعدين رحت مبخره الشقه كلها. كان قبل الصلاه. وبعدين رحت قلت هعمل لولادي لبن، كانوا ولادي صاحيين. قلت هعمل لهم لبن وفيش، عشان كان القرص اللي انا عاملاها معاكم ما شاء الله اللهم بارك. هي خلصت من عندي. طبعا بالهنا والشفا على قلوبهم يا رب. فانا قلت خلاص مش مشكله، رحت جايبه الفايش ده، كان عندي من قبلها بيوم، ورحت عامله لهم اللبن. وقلت بس يفطروا كده قبل الصلاه ولا حاجه، عشان خاطر عقبال انا ما اعمل الغدا. بس احنا هنا كنا كنت فطرتهم. وقلت وكان عندي شويه مواعين، يعني لميت مثلا طبقين من التلاجة على مواعين كانت عندي. وقلت هغسلهم. طبعا الحوض ما كانش مملي، انتوا شايفين المطبخ كان زي، يعني كان زي الفل والله. بس انا مش عارفه بصراحه المواعين دي بتيجي ازاي ومنين. مش عارفة، بس أنا مثلًا كان عندي كان عندي أكل، رُحت فضّيته في حاجات صغيّرة، ورُحت رُحت واخدة المواعين دي كلّها. الأطباق في منها اللي فضّيتها، وفي منها يعني بافضّيهم في علب صغيّرة بلاستيك وباحطّهم اللي عندي. مثلًا كان طبق فيه جبنة بافضّيه في علبة بلاستيك. طبق فيه شوية رُز فايضين. طبعًا أنتم عارفين الدنيا غلا، وإحنا أكيد مش هنرمي حاجة حرام. فكل حاجة بتنفع في وقتها بتنفع، ودي نعمة ربنا يعني. بصوا، دول كانوا عندي شوية مواعين. قلت قلت قبل ما انزل هغسلهم. ده كان هنا برضو كان قبل الصلاة. كانش لسه صلاة الجمعة بدأت وكده، فانا قلت هخلص يعني كل حاجة. وكان عندي برضو شوية غسيل لميتهم، بس انتوا مش هتشوفوا معاكم، يعني ما صورتهاش فيديو. شوية غسيل لميتهم وطبقتهم وغسلت المواعين وعملت كل حاجة. كانت قبل، يعني اصلا قبل الجمعة ما تبدأ، قبل الخطبة بتاعت الجمعة ما تبدأ خالص، انا خلصت كل حاجة. لان انا ساعة الخطبة دي مش بحب اعمل اي حاجة في الشقة. بحب ان الشقة تكون نورها هادي كده، والبخور شغال، والصلاة شغالة. بحب اشغلها على الشاشة عندي. هو بيبقى يوم مبارك والله بصراحة. المهم انا هنا خلصت. قلت بقى هخلص الحوض وهخلص المواعين، وهنزل بقى بعد الصلاة ما تخلص. قلت هنزل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل اجيب طلبات الغدا. بس انا هنا كنت بغسل الحوض. طبعا الشقه عندي رايقه ما فيهاش اي حاجه، بس الحوض والله مش عارفه معايا ليه مسدود كده على طول بتاع بقول يمكن مثلا عشان في دهون في الماسوره بتاعه الحوض. والله مش عارفه، بس انا بصراحه جربت معاه حاجات كتير قوي، مش نافعه معايا. يعني لو عندكم برضو، يعني برضو حل قولوا لي عليه. ربنا يبارك في عمركم يا رب. بصوا، انا هنا بقى غيرت. نزلت جبت
الغدا، وقلت ايه هطلع اعمل الغدا. بصوا ما شاء الله دي كرنبايه، يعني انا كنت جايباها من السوق، عيالي كان نفسهم في محشي كرنب جدا، فانا قلت ايه لا ما ينفعش. وبعدين كان يوم الجمعه بقى، انا قلت ايه طالما انا قاعده إيه ما وريش اي حاجه يعني في الشقه، مخلصه الشقه من يوم الخميس من بالليل يعني، قلت لا خلاص هعمل لهم المحشي. المهم طبعا الخضر زي انتم ما شايفين، انا بوريكم كل حاجه جايباها من السوق، كل حاجه غاليه. كرنبايه اللي قدامكم دي كانت ب30 جنيه والله، وكنت جايبه ب15 كمان جنيه، يعني ب15 جنيه خضره، لان حزمه الخضره ب2.5، وفي ناس بتباع ب2 جنيه. ودي القوطه كنت جايباها ب20 جنيه معاكم، كنت جايبه كيلو واحد مش اكتر من كده. والماجي اللي قدامكم دي وجبت ايه، وجبت كيلو رز. المهم على قد الايه، على قد الكرنبه، وفض عندي حبه، انا برضو هقول لكم الايه. إيه ده بقسماط مطحون، كنت جايباه برضو عشان هعمل بيه الايه البانيه معاكم. وطبعا البيض عشان البانيه، وجبت ايه دورة فشار كده، قلت عشان خاطر ايه اعملها لعيالي زي تسالي وكده يعني. المهم بقول لكم ما تنسوش معايا اللايك، اهم حاجه اللايك عشان بيرفع من الفيديو جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم، وبحب اشوف تعليقاتكم جدا، بتحفزني وبتخليني ان انا عايزه اكمل واصور لكم فيديوهات تاني. ربنا يخليكم لي يا رب، انتوا بتدوني حافز بصراحه، اذا كان باللايك يعني انا ما اعرفكوش، وانتوا ممكن تعرفوني، انتوا بتشوفوني لكن انا ما اعرفكوش، بس كفايه ان انتوا بتحطوا لي لايك على الفيديو، معنى كده ان الفيديو ممكن ان هو يكون عجبكم، او بتحطوا لي تعليق حلو. انا بفرح بتعليقاتكم جدا، انا بفرح لما كمان فيديو عندي بيترفع، لان انا والله العظيم ربنا اللي يعلم ببقى تعبانه ازاي في الفيديوهات، في التصوير وفي المونتاج بقى وكده، عشان انا بس معايا اطفال صغيره. بس انا حابه اكمل مشواري، هي دي فكرتي، انا حابه اكمل مشواري، انا بدات طريق فانا لازم اكمله. فبتشجيعاتكم ليا ان شاء الله هكمل باذن الله. ربنا يخليكم ليا يا رب، وبدعمكم ليا، وتفضلوا واقفين جنبي دايما لحد ما القناه تكبر بيكم ان شاء الله، باذن الله هتكبر بيكم. بصوا بقى انا النهارده ايه، بصوا الكرنبه اللي قدامي دي، فانا عايزه اقطعها. في ناس مش بتقطعها كده، وفي ناس بتعملها كده، انا بصراحه بعملها كده، بشيل الراس اللي من فوق دي، بشيلها من الجذور، اللي هو بدخل حرف السكينه في قلب الراس من الجذور من جوه كده يعني، وافضل ماشيه على حروفها، وبتتشال معايا. بصوا هنا كنت حاطه حله للميه السليق الكرنب، وحله للايه للصلصه بتاعه المحشي. بصوا بقى صلصه الميه السليق بتاعه الكرنب دي، انا بحط فيها نص معلقه كمون، نص معلقه سكر، معلقتين ملح، نص معلقه كمون، نص معلقه سكر، معلقتين ملح. ليه بقى؟ لان الميه دي بتدي تسكيره للكرنب حلوه قوي، الورقه بتطلع مسكره كده، يعني اللي هي مسكره شويه كده، الكرنب بيبقى مسكر وطعمه حلو جدا. في ناس بتحط ورقه ورقه، اللي يعجبكم اعملوه، بس طبعا في ناس كتير ما بتعملوش كده، بتخاف الكرنب لا يتهري منها. لكن طول ما انت واقفه على الحاجه وايدك فيها، عمر الكرنب ما يتهري منك طبعا. ما شاء الله. بصوا انا بطلعه ورقه ورقه، وانا بحطه برضه على بعضه، بس انا بطلعه عشان ناقص سوى، يعني اللي هو ايه شويه، عشان كده كده هو يستوي، لان هو سخن بيتحط على بعضه بيستوي. في ناس بتطلعه على 100 ساقعه، دي برضو طريقه كويسه لو انت مطلعه الكرنب مستوي. المهم انا هنا كنت قطعت بصلتين للمحشي، وحطيت ايه، حطيت له الزيت بتاعه، ما بحطلوش زيت كتير يعني برضو. المهم خلاص انا بطلع ورقه ورقه اهو. بصوا الكرنب ما شاء الله معايا سالك ازاي، عشان انا مسلكه راسه من فوق. ما تخافيش من الطريقه دي، اعمليه بالطريقه دي ومش هتخافي منها. طلعي بشوكه، عندك مساكه برضو براحتك. بصوا بقى ما شاء الله البصله هنا لقيتها ايه دبلت معايا كده، رحت حاطه لها قيمه معلقه شطه على الصلصه بتاعتها. عايزه تحطي نص معلقه بابريكا حطي براحتك، بس انا كنت عايزه المحشي حرق شويه. ليه بقى؟ الطريقه دي الشطه مع البصله بتحس ان هي ايه بتحمر البصله بسرعه، اولا بتسرع ان هي تتحمر، وكمان بتخلي المحشي احمر، صلصه المحشي حمر. المهم ما شاء الله بصوا الكرنبايه، يعني انا كنت جايبه الكرنبايه دي متهيألي مش انا قلت لكم كانت ب30 جنيه، لكن ما جبتش بتنجان بصراحه. بس انا هنا كنت سايبه شويه خلطه عشان كنت تاني يوم هجيب بتنجان وكده. بصوا ما شاء الله هنا البصل عملت ازاي، بتستوي بسرعه لما بحط لها الشطه او البابريكا، بحس ان هي بتتحمر بسرعه. واهم حاجه نص معلقه الملح طبعا اول ما تحطي البصله، عشان بتنزل الميه بتاعتها.
بصوا هنا جبت الرز وقطعت الخضره معاكم، حطيت واحده شوربه ماجي او اتنين براحتك على حسب انت ما عايزه، وحطيت معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، حطيت الملح بتاعنا، وحطيت معلقه كزبره، وبرده حطيت شطه وبابريكا. آه بس انا بعمل كده بصراحه، لكن انت عايزه تحطي التوابل دي في قلب التسبيكه. الصلصه بتاعت المحشي حطي، انا برضو كنت حاطه بصراحه بس مش حاطه كتير يعني، اللي هو نسبه صغيره عشان انا بحب اقلب الحاجه كده ايه على بعضيها. ممكن مثلا يكون في يعني طريقه تاني ان انت بتحطيها على النار وبتقلبي، ده لو انت مش منشفه الصلصه اصلا. بس انا منشفه الصلصه قدامكم اهو، مش هحطها على النار ولا حاجه، عشان كده هي الصلصه ماسكه اصلا في قلب الرصايه. لو الصلصه منزله ميه كتير دي لازم تتحط على النار وتتقلب قيمه دقيقه كده عشان بس الرصايه تشرب من الصلصه تنشف معاكي يعني. وبعدين في حاجه كمان، الرز لازم يبقى مغسول ومتصفي كويس جدا 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 جدا، عشان خاطر ما ينزلش ميه كتير ويبوش الرز معاكي. والخضره تبقى مغسوله كويس جدا ومتصفيه، اهم حاجه تبقى الحاجه ناشفه معاكي جدا وما فيهاش ميه. بصوا انا هنا بدوقها لقيتها ما شاء الله طعمها جميل، وريحتها كانت احلى واحلى واحلى. انا حطيت لها بصراحه بهارات محشي، انا كانت عندي بهارات محشي حطيت لها. بصوا الصينيه من تحت نضيفه ازاي، ما فيهاش ميه ولا فيها اي حاجه. الرزاية متغلفة بالصلصة كويس جدا وبالزيت وبالخضرة وبالتوابل، كان ما شاء الله اللهم صل على النبي، كانت ريحتها جميلة. والله العظيم كانت ريحتها حلوة جدا. قلبيهم على البارد كده احسن وافضل. بصوا دي بقى ده يعني العنقود بتاع الكرنب، ورق الكرنب انا باخده بحطه في قعر الحله كده عشان خاطر الكرنب ما يلزقش. معلش انا مش هقدر، بصوا انا بوريكم اول واحد كده، وانا بقى ايه هحشي بقيه الحله مع نفسي عشان بس الكرنب متعب جدا، فانا قعدت وحشيته. معلش سامحوني. بس انا كده خلاص ما شاء الله، هي الحله اللي قدامنا خدت الكرنبه كلها، هي حله كبيره بس هي مش باينه في الكاميرا قوي. بصوا بقى انا هنا عملت ايه، عملت قطايه وبصلايه، ابشريهم وحطي عليهم ملح وفلفل اسمر، ما تحطيش اكتر من كده. ده البانيه بتاعي كنت غسلاه ومصفيه كويس جدا من الميه. المهم وقلبت كل ده بيهم. ابشري بصلايه وابشري بطماطمايه وحطي عليهم ملح وفلفل ودعكيهم كده بايدك، اهم حاجه تدعكيهم بايدك تخليهم يتشربوا. وبعد كده حطي البانيه بتاعك وحطي عليهم بيضتين، ادعكي كل ده في بعضه وحطيهم في التلاجة لحد لما تيجي تتبلي بالبقسماط والخلطه بتاعتك. انت عايزه فيجيتار عايزه بقسماط براحتك، بس ما شاء الله الطريقه دي حلوه جدا وهتعجبكم. هتشوفوا بصوا هنا حطيت بيضتين، في ناس بتحط بيضه واحده مش مشكله، اللي عندك متاح اعملي، بس لازم بيض عشان البقسماط يمسك في قلب الايه البانيه. بس المهم انا قلبت كتير، اهم حاجه تقلبي فيهم مش قوي برضه عشان انت بس بتدخلي الخلطه في قلب البانيه وبتحطيه في التلاجة. انا حطيته هنا في التلاجة وبعد كده رحت جايه مطلعه بعد ساعه كده ولا حاجه، ولا نص ساعه بس يتشمع مش اكتر. بصوا هنا انا كنت مفضيه البقسماط المطحون اللي انا كنت جايباه من الفرن. انت عايزه تجيبي فيجيتار ماشي براحتك، عايزه تجيبي اكياس بقسماط جاهزه برضو براحتك. طبعا انا بحط على البقسماط معروفه دي عشان خاطر الخلطه تمسك في البانيه، وكمان بيدي قرمشه كده ولون فاتح حلو جدا. بس هقلب كويس. عايزه تحطي بهارات من عندك في قلب البقسماط حطي، مش عايزه تحطي خلاص مش مشكله. بصوا برضو في طرق تانية للبانيه كتير، تتبيله البانيه نفسها هبقى اقول لكم برضو عليها، اذا كان بالزبادي او باللبن او بالمستردة، هقول لكم على الطرق دي كلها. بس ايه ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات الجايه كده، واللي انتوا عاوزينه اطلبوه انا هعمله ان شاء الله باذن الله. بصوا انا طلعت بقى البانيه، والله العظيم كانت هي اصلا ريحته في الخلطه دي جميله. انتوا جربوها بالطريقه دي هيعجبكم قوي، وجربوها مش مشكله حتى لو في مثلا ايه في كميه بانيه قليله، جربوها هتعجبكم. المهم بس انا كده كنت بغلف البانيه كويس. بعد ما غلفت البانيه هقوم سايباه بقى، عايزه انت تحطيه في التلاجة برضو حطيه، كده كده الخلطه بتمسك. انا هنا كان عندي كيس شوربه كان في الفريزر، رحت مطلعاه وقلت ايه احطه في كاسرونه كده واخليه يسيح عشان خاطر اسقي بيه المحشي. لو انت ما عندكيش شوربه ما تحطيش مش مشكله، حطي شوربه ماجي على مثلا كوبايه ميه كبيره او مجين ميه، وحطي 2 شوربة ماجي وشوية ملح وشوية فلفل اسمر كده وسنة كمون
بيبقى حلو قوي. على فكره انا الشوربه اللي قدامي دي انا كنت حاطه فيها نص معلقه كمون. انا بحب اسقي المحشي بالكمون مع الشوربه، بيديله ريحه حلوه جدا. بصوا ما شاء الله المحشي كان عامل ازاي، والله كمان كانت الكاميرا ظلماه، ده هو كان شكله يفتح النفس اكتر من كده. وقال ريحته كانت ريحته جميله، وما شاء الله كان مفلفل وحلو قوي، عشان انا كنت حاطه له سنه زيت من فوق قبل ما اشغل عليه وهو على النار. ما شاء الله كان زي العسل، يستاهل بقكم والله. بصوا انا كل شويه ايه اللي هو بعت لكم الفيديو تاني عشان خاطر هو شكله كان جميل اصلا. بصوا كان زي العسل. اتمنى منكم تحطوا لي اللايك لو اول مره بتشوفوني، وتشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا عشان القناه تنور بيكم. شكرا على وقفتكم جنبي في اللايك او الكومنت او الاشتراك في القناه. ان شاء الله القناه دي هتكبر بيكم، واهم حاجه اللايك. هتوحشوني يا حبايب قلبي، مع السلامه.